الفيسبوك وتويتر وباقي المنتديات حوالين قرار وحكم المحكمة بتاعت القضاء الإداري امبارح بحجم وحظر المواقع الإباحية في مصر، ردود أفعال رائعة بصراحة أنا ما كنتش مستنيها. كنت متوقع أن هيحصل حالة جدل، كنت متوقع أن هيحصل حالة انقسام كالمعتاد، وناس يقول لا ده تقييد على الحريات، وان احنا من حقنا ان احنا نخش على النت على اللي احنا عاوزينه، وكل واحد هو اللي يختار، وكل واحد بيتحاسب لوحده وكذا. والفريق الثاني اللي هيبقى متوافق مع رأيي ويقول لا على الدولة انها تاخد المعايير والإجراءات الرقابية المناسبة علشان تمنع كل حاجة شمال، تمنع كل ما هو مفسد للأخلاق ومحض على الفساد ومشجع على الرذيلة والفجور. لكن المفاجأة السارة بالنسبة لي ان الغالبية العظمى من الناس حتى لو كانوا بيعلنوا غير ما يسر، بس مش قضيتي انا، قضيتي المعلن. غالبية الناس سعيدة، والسعيد اكتر بالنسبة لي والمفرح اكتر بالنسبة لي ان معظم ردود الافعال الايجابية والسعيدة بهذا الحكم جاية من شباب. انا دخلت على الفيسبوك وتويتر وابتديت اتفرج واتابع ردود الافعال، لقيت ان معظم الشباب مبسوط بهذا القرار او بهذا الحكم. وده معناه حاجة مهمة جدا، لازم احنا كأولياء امور او كأسر او حتى كحكومة ونظام في البلد ننتبه اليه ونفطن اليه، وهو ان الناس مش عايزة تمشي غلط، ان الناس مش حابة تعمل الغلط، بس لما يبقى متاح قدامها قوي كده وسهل الوصول اليه قوي كده النفس البشرية ضعيفة. واحنا عارفين كل ده كويس. هو مين فينا سيدنا يوسف؟ مين فينا سيدنا يوسف؟ طبعا يا ريت نبقى كلنا سيدنا يوسف في العفة والعصمة والقدرة على كبح جماح الشهوة وعلى فكرة انا مش بتكلم على شهوة الجنس فقط، انا بتكلم عن شهوة الجنس وشهوة المال وشهوة كل الشهوات التي تؤدي بنا الى الفساد والرذيلة في النهاية. فيا ريت نبقى كلنا سيدنا يوسف ونستطيع ان نكبح جماح شهواتنا، بس احنا بشر، والبشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون زي ما عارفين كلنا في ديننا الإسلامي الحنيف. فبالتالي الدرس اللي نتعلمه للحكومة ولينا كأسر ان فكرة الحرية المنفلتة دي مش مطلوبة. الحرية المنفلتة مش مطلوبة، بالعكس المطلوب حتى من بعض المنفلتين قدر من الانضباط وقدر من الحرية، بس الحرية المنضبطة والمسؤولة، الحرية اللي ليها سقف. ايه هي السقف؟ السقف ده مش اللي هو القيد ولا التقييد ولا الخنقة ولا كذا، السقف بتاع المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وانا طول الوقت بقولها وهفضل اقولها لحد اخر يوم في عمري، كل مجتمع كل دولة ليها خصائصها وطبيعتها اللي ليها علاقة بمكانها وتاريخها وديانتها وموقعها الجغرافي في العالم. واللي مش عاجبه خصائص المجتمع اللي هو عايش فيه، واللي مش عاجبه البلد اللي هو عايش فيها، ما اقولوش غير البلد ولا غير المجتمع ولا انحرف وتبقى الجماعة كلها ماشية الناحية دي وانت تنحرف عن مسار الجماعة. اقول له ببساطة شديدة سيب المجتمع اللي مش عاجبك وسيب البلد اللي مش عاجباك وروح للمجتمعات اللي انت بتحلم تعيش فيها، وروح للبلاد اللي انت شايف انها نموذج جيد للحياة فيها. الموضوع بسيط. هي دي بقى اللي عندي فيها حرية مطلقة، هي دي اللي عندي الحاجة الوحيدة اللي فيها حرية مطلقة. ما تعيش في حتة انت متضايق منها، بس مش الحل ان انت لوحدك تغير نظام ومثل واخلاق مجتمع ودولة كاملة. لا، اتكل على الله انت وروح للمجتمعات اللي انت حاببها. القصة هنا انه محدش عايز ينفلت ومحدش عايز يمشي شمال الا لما الشمال يبقى متاح. عشان كده لما بنقول حتى في الحكومة، وعشان اثبت لكم ان انا مش بتكلم بس عن فكرة الشهوة والجنس والمواقع الإباحية وكذا، لما بنقول ازاي نوقف الرشوة والفساد في الجهاز الإداري للحكومة، الحكومة طول الوقت بنقول احنا بنشتغل على ثقافة الموظفين وثقافة العاملين وان هم ازاي ما ياخدوش لا، مفيش الكلام ده. في حاجة اسمها الرقابة والقانون، هو ده اللي يمنع. لما الموظف تبقى قدامه الرشوة سهلة هيرتشي، لما الموظف يبقى الإكرامية بالنسبة له زي السلام عليكم عشان يخلص بيها ورق هيرتشي. الموضوع بسيط، لأن قلت لكم ان قدرتنا على المقاومة متفاوتة.
وكل واحد يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في واحد يقدر يقاوم قوي، وواحد نص مقاومه، وواحد ما عندوش قدره على المقاومه خالص، وما اقدرش الومه، ربنا خلقه كده وشخصيته كده. فبدل ما الومه اعمل انا الصح واقفل الحنفيه من فوق، اقفل المحبس من فوق، اقفل الابواب والنوافذ التي يمكن ان يصل بها ضعيف النفس الى الفساد والرشوه و هي دي القصه. عشان كده الضرب بيد من حديد. وواحده من الامثله دي عشان بس مثلا والكلام بيجيب بعضه، المهندسين والموظفين بتوع الاحياء اللي بيشتغلوا في الحي، الموظف ده ولا المهندس ده اللي بيشتغل في الحي مرتبه 700 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 5000 جنيه ايا كان الرقم. طبعا مفيش 5000 جنيه الموظف في الحي ده ما اعتقدش بياخد 5000 جنيه، 2000 جنيه 3000 جنيه بالكتير قوي، يوم ما بالحوافز بالبدلات بالمش عارف ايه كذا كذا كذا. فواحد بياخد 1000 جنيه او 2000 جنيه وتحت ايده ورقه امضته عليها، مجرد ان هو يكتب اسمه بس كده تامر امين عليها، امضته عليها تساوي 1,000,000 جنيه وساعات اكتر. قولوا لي انهي سيدنا يوسف بقى اللي بيشتغل في الحي ويقدر يمسك نفسه عن 1,000,000 جنيه يغيره ويشقلبه حياته وهو بياخد 1000 جنيه ولا 1500 جنيه وغالبا مش مكفيينه، وعياله عايزين دروس خصوصيه، وعياله عايزين يتعالجوا، وعياله عايزين يلبسوا، وعياله عايزين كذا، ومراته كل يوم بتقول له الفلوس خلصت ومصروف البيت خلص وهات فلوس، وهو بيروح يوم الصبحيه على مكتبه ويقعد في الحي تحت ايده ورق لو مضى عليه بس الورق ده، بس طبعا ممضى شمال، لو مضى عليه ياخد رشوه في كل ورقه ما بين 100,000 جنيه ونص مليون جنيه ومليون جنيه و5 مليون جنيه على حسب النهيبه اللي هينهبها التاني بقى، رجل الاعمال اللي جاي ينهب، اللي هو حد عايز ينهب ارض بتاع الدوله مش من حقه فحد من المهندسين يمضي له، عايز يبني عماره مخالفه للمواصفات ومش عارف ايه يمضي له، عايز كل بقى الحاجات الشمال انتوا عارفينها بتحصل في الاحياء. ده ما ينفعش تبقى تحت ايده الورقه دي، ما ينفعش تبقى امضته ب1,000,000 جنيه. فانا كحكومه وانا كجهاز اداري ابقى مخلي امضته الشمال ب1,000,000 جنيه، واجي اقول له لو سمحت ما تفسدش، لو سمحت ما ترتشيش، لو سمحت ضميرك. الكلام ده مش هنا، الكلام ده في المدينه الفاضله، الكلام ده في الجنه ان شاء الله، ربنا يعودني ويعيدكم بيها باذن الله. لكن على الارض وفي ظل الغلا وتوحش الاسعار وقله الاجور والمرتبات خصوصا لموظفي الحكومه، ما ينفعش ابقى خانقه بمرتب ما يكفيهوش وحاطط له قدامه الرشوه واقول له ما تمدش ايدك عليها. هو إيه يعني ايه الظلم ده؟ والله ده نوع من الظلم. ما ينفعش واحد شاب مكبوت عنده 25 26 30 سنه ومعهوش فلوس فمش عارف يتجوز، عاصم نفسه بالعفه وماسك نفسه وتقي وورع ومش عايز يروح للشمال، وهو قاعد حابس نفسه، واقوم فاتح عليه الباب وجايب له واحده ست عريانه واقول له اتفضل بس لو سمحت ما تمدش ايدك عليها. هو ايه بقى يعني؟ هو على فكره اللي انتوا بتعملوه يا حكومه بالظبط مع الموظفين كده، ان انتوا بتجيبوا الستات لحد الناس العاصمه نفسها وتقول لها ايه قدامك اهي بس ما تمدش ايدك عليها، والرشوه اهي سهله ومش هتتمسك ومش هتتحبس ومش هتتحاكم، وامضه واحده بس وتاخد 1,000,000 جنيه، بس لو سمحت ما تعملش كده. يا سلام يا سلام. بصوا القصه بسيطه، زي الحارس اللي واقف غفير على اثار بمليارات وهو مرتبه 180 جنيه، ونروح نقول له لو سمحت دي اثار البلد، ده تراث البلد، حافظ عليها واوعى. ده اي واحد معدي هيقول له يا عم هديك 5000 جنيه واخد الاثار دي وامشي، هيقوم بوس ايده ويمشي. المنظومه كلها غلط. هتقولوا لي ما هو لازم نشغل الناس، هيشتغلوا بس ما تحطوش تحت ايديهم مغاره علي بابا، ما تحطوش تحت ايدين الموظفين الغلابه مغاره علي بابا. كلهم هيتحولوا الى ال40 حرامي فورا الا من رحم ربي. تحيا جمهوريه مصر العربيه.